فيديو جديد النهارده. انا هعمل فرخه محشيه فريك. ده فريك بلدي اللي هو الاصفر ده، مش الاخضر، انا ما بحبش الاخضر خالص. اللهم صل على النبي. حطيت معلقه سمنه او زبده، لو زبده صفرا يبقى تحفه اكتر. حطيته يتشوح فيه، وهحط عليها معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه فلفل كلها صغيره، واشوحه لحد لما تحس ان هو نشف خالص كده، وارجع لكم تاني. هنا بعد لما خلاص اتحمر انزل عليه بميه بقى، شويه ميه. انا مش بحب اسويه قوي، عشان كده يستوي مع الفرخه. حوالي نص كوبايه ميه. اقلبه ثواني. انا مش بحب اخليه سوا كامل، في ناس بتسويه سوا كامل وبعدين تحشيه في الفرخه، لا انا بحب اديله نص سوا وبعدين احشيه في الفرخه وياخد تسويته الكامله بقى فيها. اسويه وبعدين ارجع اوريكم وانا بحشي بقى الفرخه هنحشيها ازاي. نحشي الفرخه بقى. الراجل فاتحها لي جامد قوي بس مش مهم يعني. الفريك اهو بعد ما خلص مسويه نص سوا. نحشي الفرخه الفريك بتاعنا عشان ايه؟ ما ياخد نص السوا التاني جوه الفرخه. ما يعني كمان انت لو ما سويتهوش او سويتيه تسويه كامله هتلاقي طعمه زي المعجن جوه الفرخه. ولو ما سويتهوش وعملتيه بس اللهم صل على النبي، حطيتي فيه يعني شوحتيه بس، هيطلع ني مش مستوي كويس. احنا ايه؟ بنديله نص تسويه عشان يا دوبك الفرخه تستوي، هو كمان يستوي في قلبها، وانتهى الموضوع على كده. وما تخافيش من ان انت تمليه، لان هو كده مش هيزيد. ان هو زاد خلاص بزياده وخلاص، مش هيزيد عن كده. تمام. هقفله بالعصايه بتاعت خلة اسنان، عصايه شيش. انا ما عنديش بقى طبعا خلة اسنان، فهعمل بشيش عشان كمان هي اطول، فالدنيا تبقى كويسه يعني اكتر، تلم الدنيا اكتر يعني. بصوا القفله دي معايا، مطرح الحته اللي بتبقى تحت خالص دي اهي. تمام. هندخل الرجلين فيها بالعافيه، ماشي؟ ندخل الرجل بالعافيه، مهما حصل لازم تدخليها كده عشان تتكتف كويس، ماشي؟ اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي. حلو كده. اهي. حلو كده. ناخد بقى الخله واقول لكم هنزقها ازاي ونعملها ازاي. هي من هنا اهي، مثلا الجلده اهي، انا كنت شاويه بيها من شويه عشان ما عنديش خله اهي، ماشي؟ عشان بس ايه؟ تقعد معانا ما تفكش معانا يعني، بمعنى اصح. زقها من هنا كويس، مش عايزه ادخلها في الخرم اهي عشان تمسك نفسها كويس اهي، ماشي؟ وان انت لما تزقها كويس اهو. حلو الكلام. نحشي بقى من عند الرقبه، احشيها بقى من عند الرقبه وارجع لكم. بس انا ما كنتش عايزه اوريها لكم وانا بعملها عشان كانت بتعذب الواحد. بس اهي بفتح الزور كويس من عند الجلد، واجيب بمعلقه صغيره بقى واحط وحش جواها. تمام. احشيها كلها كده واوريها لكم بعد ما اخلص. تعالوا بقى لما الميه تغلي نعمل الايه؟ التتبيله بتاعت الفراخ المشويه اللي نعملها. اقطع قطايه في الخلاط كده. خدنا قطايه، نخرط بصلايه، هنحط 3 فصوص توم. وانا بعمل بقشر فصين التوم دول. الميه غليت، حطيت الفرخه تستوي على ما اخلص التتبيله بتاعتها. ننزل بشويه خل، معلقه خل كبيره مثلا. حلوه، معلقه خل كبيره كده. نحط التوابل بقى بتاعتنا، نص معلقه كمون، معلقه كبيره ملح،
ربع معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، ولو عندك قرفه معلقه صغيره كامله، بس انا ما عنديش وزعلانه جدا ان انا ما عنديش، لان القرفه دي بتودي الفراخ المشويه في حته تانية. انزل بشويه ملح، قصدي توم باودر وبصل باودر، توم باودر وبصل. واهم حاجه عندنا هنا معلقه كبيره من توابل الفراخ المشويه. اخر حاجه هنزل بيها هي معلقتين زيت كبار بس، هضربهم في الخلاط. ادي التتبيله. يعني يا ريت لو عندك قرفه تحطي معلقه كبيره، طعم القرفه بيودي التتبيله في حته تانية خالص. اما الفرخه تتسلق هعملها معاكم واحطها في الفرن تحت الشوايه ونشوفها هتطلع عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اللي ما بتعرفش في سوى الفراخ، البط، الحمام، اي حاجه وهي سليمه كده ما بتعرفش استوت ولا لا، تختبرها ازاي؟ سكينه تغزها كده في صدرها اهي، ما طلعتش دم يبقى استوت، طلعت دم يبقى لسه عايزه سوا. تمام، بس انا بحب اخليها مستويه كويس عشان برضو ايه، ما لاقيش اي حاجه برضو احنا بناكل، هي برضو بتبقى باينه خالص اهي. دي كمان فراخ بيضه فما بتاخدش سوا اصلا اهي، شايفين اهي اهي. بعدين طلعت دم كده يبقى هي لسه ما استوتش، نسيبها تاني في الايه، في النار. سمي الله. هي فرخه بعد ما استوت قعدت حوالي مثلا بتاع نص ساعه كده ولا حاجه. ماشي، انزل عليها بقى بالتتبيله السخنه، شايفين الدخان؟ انا طبعا مش هقدر احط ايدي عليها، هحط بالمعلقه بقى واحطها تحت الشوايه. عارفين بقى لو انتوا سايبينها بقى قبلها بقى اقل حاجه ساعتين مثلا هتلاقوها تحفه. اقل حاجه يعني نسيبها ساعتين. هنا دلوقتي بقى ايه، احطها في الفرن لما تتشوي كده اوريها لكم. شايفين الشويت بقت بالجمال ده، حطيت فحميتين جنبها وحطيت عليهم شويه زيت، بقت بالجمال ده تاخد الريحه. قفلت عليها الفرن شويه وخلاص كده.